عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرمكم ابدا. ربنا يفرح قلبكم ويسعد ايامكم ويكبر بخاطركم يا رب. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والتفاؤل وراحه البال. النهارده هنعمل اكله حلوه مع بعض وسهله وما بتاخدش وقت. بس قبل ما نبتدي النهارده الاكله بتاعتنا وقبل ما نبتدي نعمل اي حاجه حلوه مع بعض، ما ننساش طبعا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولايكاتك الجميله، ولو انت متابعاني وبتتفرجي عليا ولسه ما عملتليش اشتراك، اعملي لي احلى اشتراك. لو انت متابعاني على الفيسبوك اعملي لي احلى متابعه يا قلب اختك. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل شاورمه لحمه، هنعملها بطريقه حلوه جدا وتطلع معاكي تحفه احلى من بتاعه المحلات. معانا ايه؟ معانا لحمه مقطعينها شرايح، اهم حاجه تكون شرايح عشان ما تاخدش سوا معاكي. معنا علبه زبادي، معنا مستردة، معنا التوابل بتاعتنا. هنعملها بتكايه حلوه جدا احلى من بتاعه المحلات وما تاخدش سوا كتير معاكي. محدش يقول لي الشاورما مش بنضيف لها زبادي، كل واحد له طريقته. انا بضيف لها علبه زبادي بتطلع تحفه، وعلبه الزبادي بتطريلك اللحمه كده بتطلع منتهى الجمال. جربيها بعلبه الزبادي مش هتندمي، ما تقوليش على حاجه وحشه او لا من قبل ما انت تجربيها. انت طبعا مجرباها من غير زبادي بتطلع حلوه معاكي، جربتيها بالزبادي لا طبعا ما جربتهاش. يبقى ما تحكميش عليها، ما تحكموش على الحاجه من قبل ما تجربوها. معانا اللحمه بتاعتنا طبعا غسلناها، بس مش هنغسلها طبعا زي الفراخ بالخل والليمون الكلام ده، لا يا دوبك هي غسله كده يعني بالميه كده تحت الحنفيه. وبعد كده جبنا طبق كبير، بوله كبيره، نزلنا بعلبه الزبادي، نزلنا بليمونه كبيره معصوره، يبقى عصره ليمونه كبيره، نزلنا بمعلقه خل كده مليانه. طبعا الخل والليمون طبعا عشان النسيره بتاعت اللحمه معاكي تبقى حلوه. نزلنا نضيف معلقه كبيره كده حلوه مليانه زيت، وهنضيف كمان معلقه كبيره كده حلوه مليانه مستردة. الغطا بتاع المستردة مرضيش ينزل المستردة، اخدت كده معلقه زي ما انتم شايفين كده، معلقه كبيره كده مليانه. هننزل كمان بمعلقه ملح صغيره مليانه. الملح ده اللي هنتبل بيه، مش هنضيف ملح تاني. تمام كده، يبقى معلقه صغيره كده مليانه ملح عشان مش هنضيف تاني ملح في الاكله بتاعتنا. تمام كده. هنضيف ايه تاني؟ علبة الزبادي بتخلي لك اللحمه بتاعتك طريه كده، مش مقدده كده وناشفه، لا بتخليها لك طريه كده، بتطرها لك. نزلنا كده بشويه فلفل اسود حلوين، فلفل اسود كده كتريه شويه عشان ايه يعني انتوا عارفين اللحمه بتحب الفلفل الاسود. تمام كده. نزلنا برشه كمون، مش كتير كمون، رشه بسيطه كمون. هننزل برشه كزبره ناشفه. اللي معانا هننزل بيها بنص معلقه صغيره، مش عايزين توابل كتير، نص معلقه صغيره. تمام كده. هننزل كمان باقل من نص المعلقه، اقل كمان يعني رشه بسيطه كده من القرفه. انا مش عايزه قرفه كتير، هي رشه بسيطه كده من القرفه. تمام كده. تمام. بعد كده رشه كمان من الجنزبيل، رشه من الجنزبيل اهو. يبقى جنزبيل، قرفه، كزبره ناشفه، كمون، ملح. ايه تاني؟ وكمان نص معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر، نص معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر. انت مش بتضيفي لها ميه البصل، في ناس بتضيف لها ميه البصل، لا انا بضيف لها توم باودر وبصل باودر بس. هتشوفي النتيجه هتبهرك وطعمها تحفه. دي طريقتي اللي انا معتمداها، تحفه تحفه تحفه. تمام كده. هنجيب بقى المضرب السلكي بتاعنا وهنبتدي نضربه، بس في تكايه كده تخليك اللحمه بتاعتك مستويه وما تاخدش وقت على النار، والنسيره بتاعت اللحمه دايبه كده. ايه هي التكايه؟ نص معلقه صغيره سكر، يبقى نص معلقه صغيره سكر هتخلي لك اللحمه بتاعتك دايبه ومستويه وما تاخدش كمان ايه وقت على النار، والنسيره كده يعني موزه كده ببقك. نجيب بقى المضرب السلكي بتاعنا وهنضرب الكلام الجميل ده ضربه حلوه. بس في كمان اتنين من التوابل كده ما ضفتهمش. ايه هنضيف تاني؟ هنضيف نص معلقه صغيره كاري وبابريكا، نص معلقه صغيره كاري وبابريكا. تمام كده. يبقى كاري وبابريكا، وهنقلب المضرب السلكي بتاعنا كده ضربه حلوه كده عشان كله يدخل في قلب بعض ويتجانس، كله كده يتجانس. والله ريحه الخلطه تحفه تحفه من قبل ما تستوي، من قبل كمان ما انزل اللحمه، تحفه. انت حابه تضيفي لها كمان توابل الشاورما اللي انت بتشتريها من السوبر ماركت، يا سيدي على الجمال، ضيفي ما يهمكيش. تمام كده. وهنقلبها تقليبه حلوه، وهننزل باللحمه اللي معانا وهنقلبها تقليبه كده جامده كده عشان اللحمه بقى تشرب من الخلطه والتتبيله الجميله الرهيبه دي.
اهم حاجه عشان تاخدي طعم حلو ويا سيدي على الجمال ويا سيدي على التكات والحركات، تعمليها من بالليل عشان تتشرب معاكي. شايفين بعد ما دخلنا بقى كده اللحمه كده في قلب التتبيله وعايمه كده في قلب التتبيله، هنغطيها بطبق بلاستيك بغطا، هنغطيها بورق استرتش، باي حاجه عندي غطيها. خليها في التلاجة من بالليل للصبح، هتاخدي نتيجه جباره. طب انا ما عنديش وقت اعملها بالليل، اعمليها الصبح من اول ما تقومي لحد ما تيجي تعمليها. بدنا ندخلها التلاجة ونشوف بقى معانا. ادي كده تاني يوم الصبح، صباحكم نادي بذكر الله، صباحكم لبن حليب، صباحكم زي العسل. ادي كده تاني يوم الصبح، زي ما قلت لكم بيتوها في التلاجة عشان تلاقي نتيجه حلوه وطعم حلو. ما عندكيش وقت يعني تعمليها من بالليل، اعمليها الصبح من اول ما تقومي لحد ما تخلصي اللي وراكي وتيجي تعملي الاكل. مثلا سيبيها زي 4 ساعات 3 ساعات عشان تلاقي كده نتيجه حلوه واللحمه تشرب من التتبيله الخطيره. يبقى الخضار اللي احنا هنضيفه مع الشاورما، هنضيف كده بصل مقطعينه زي ما انتم شايفينه كده جوانح او زي ما بتسموه كده رفيع كده زي ما انتم شايفين كده. معانا كده طماطمايه او طماطمتين كبار حلوين كده زي ما انتم شايفين كده برضو بنفس التقطيعه. البصلايه عايزه بصلتين صغيرين، بصله كبيره حلوه كده زي ما انت حابه البصل يعني، والخضار زي ما انت حابه كميته. معانا كده فلفل اخضر على فلفله حمراء، عندك فلفل اصفر حلو يعني، عندك فلفل الوان حلو جدا. الشاورما بتحب الخضار برضو كله ايه بنفس التقطيعه. وادي بقى الشاورما بتاعتنا اللحمه تحفه. بصوا بقى انا بقلب كده والريحه ايه بتفحفح كده قبل ما تستوي، والريحه مفحفحه وريحتها تحفه وشاربه بقى من التتبيله وطعمها يا سيدي على الجمال والحركات والتكات. شمين؟ انا شامه اهو، شمين الريحه تحفه. يلا بقى على البوتاجاز هنشوف هنعملها ازاي، يا تكاتك يا حركاتك حاجه كده تحفه. يلا بينا بقى على البوتاجاز نعملها مع بعض. ادي كده بقى جينا على البوتاجاز، هنجيب بقى صينيه كبيره، اهم حاجه يكون الصينيه كبيره عشان تشيل معاك الخضار والشاورما. تمام كده. هننزل كده الصينيه اهم حاجه تكون سخنه، وهننزل كده بشويه زيت حلوين، هننزل كمان بمعلقتين كده سمنه كبار. اهم حاجه يسخنوا كويس قبل ما تنزلي اللحمه. لما تيجي تنزلي اللحمه هما سخنين هتنزل اللحمه كل السوائل بتاعتها. تمام كده. هنا كنت بسيح السمنه كده، واول ما الزيت يسخن معايا واول ما تنزلي اللحمه تعملك الطش اللي انتوا هتشوفوها كده معايا. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتليش اعجاب للفيديو، انزلي بسرعه بسرعه اعملي لي اعجاب للفيديو. اكيد انت سرحتي مع الشاورما ونسيتي ما تعملي اعجاب للفيديو يا قلب اختك. ولو لسه ما اشتركتيش انزلي اشتركي عشان عيلتي التانيه تكبر بيكي قلب اختك. تمام كده. ادي بقى الزيت والسمنه كده سخنوا معايا خالص والصينيه سخنت. هننزل بقى باللحمه بتاعتنا. شايفين الجمال يا سيدي؟ شايفين الطشه؟ يعني كان نفسي يعني اسمعكم الصوت يعني على الطبيعه، بس معلش سامحوني بقى هيبقى ايه ضوضاء حواليكم. شايفين اول ما نزلتها نزلت السوائل بتاعتها على طول في ثانيه كده. هناخد التتبيله كده بالاسبتيوله، ما نسيبش التتبيله دي متكلفه وحاجه كده يا سيدي على الجمال. شايفين بقى نزلت السوائل بتاعتها اللحمه، شايفين؟ تحفه تحفه تحفه. هنديها كده تقليبه حلوه، بعد كده هنغطي عليها وهنهدي عليها النار. لو انت عليتي عليها النار هتلاقي اللحمه بتاعتك نشفت وما نزلتش السوائل، وهتلاقيها لسه شديده معاكي. هنغطيها وهنهدي عليها النار عشان تنزل السوائل بتاعتها، والسوائل اللي هتنزلها هتستوي فيها. انا لو عندي اللحمه بتاعتي شديده شويه يعني نزلت الميه بتاعتها ولسه ما استوتش، هتضيفي كوبايه كبيره وميه سخنه. تمام كده. انا بعد ما شربت ميتها لقيت برضو عايزه سوا شويه عشان الاولاد، يعني احنا بالنسبه لنا حلوه بس عشان الاولاد. ضفت لها كوبايه كبيره ميه سخنه وغطيت عليها وسبتها على نار هاديه تشرب الكوبايه الكبيره الميه سخنه. بعد ما شربتها خالص تماما نطرت بقى الزيوت اللي انا ضفتها في الاول والسمنه زي ما انتم شفتوا كده. تمام كده. بعد كده نزلت البصل. اول ما انا شفت الزيوت والميه خالص نشفت خالص والزيوت طلعت، ضفت البصل اللي انا مقطعاه زي ما انتم شفتوا كده. هنديها تقليبه حلوه والنار ما تعليهاش خالص. من بعد ما تنزل اللحمه تهدي النار خالص عشان تاخد سوا حلو. تمام كده. ونقلبها تقليبه حلوه ونغطي عليها زي ما انتم شفتوا كده. يا دوبك نغطي على البصل كده ثانيتين عشان اللحمه تاخد من تسكيره البصل. شايفين البصل كمان ابتدى زي ما بتقولوا كده يعني يتكسر سمه، عشان البصل بيبقى ناشف شويه لما تيجي تغطيه كده بيطرى شويه. تمام كده. وبعد ما غطيناه كشفناه وادينا له تقليبه، ونزلنا بالفلفل اللي معانا. عندك فلفل الوان، عايزه تضيفي فلفل حامي زي ما انت حابه. شاورما بتحب الخضار. تمام كده. وهنديها برضو تقليبه تاني وهنغطي عليها عشان الخضار اللي معانا يدبل. تمام كده. ادي كده قلبناه وظبطنا الصينيه بتاعتنا، ونغطي عليها ونسيبها كده ثانيتين.
وادي بعد ما السنتين عدوا كشفنا على الصينيه بتاعتنا. شايفين هننزل باخر حاجه معانا الطماطم اللي مقطعينها. تمام كده هنديها تقليبه بسيطه كده، وبرده ايه هنغطيها برده ايه ثانيتين تاني، عشان زي ما قلت لكم الخضار معايا يدبل معايا وينزل ميته. تمام، انا مش عايزه الشاورما يبقى فيها ميه كتير. هنديها كده تقليبه حلوه عشان كله كده يدخل في قلب بعض وياخد من نكهه بعض. هنغطي بقى الشاورما وهنطفي عليها بعد ما السنتين تخلص. ادي بقى الصينيه بتاعتنا الجباره الخطيره. شايفين هنقلبها بقى، شايفين تحفه واللحمه مستويه وزي العسل. طب انت ضايفه لها سكر وخل وليمون ومبيتها في التلاجة وشديده معاكي، هي مش شديده، هي حلوه بس عشان الاولاد يعني ايه يبقى سهل معاهم الندغ وكده. طب لو شديده بيبقى قطعيه اللحمه نفسها شديده. تمام كده، مش عيب التوابل اللي انت عملتيها. نزلت كده بعد ما طفيت عليها واخدتها على الرخامه زي ما انتوا شفتوا كده. نزلنا بشويه ايه بقدونس بقى، خضره يعني كده على وشها. انت لو مش حابه الخضره براحتك، يعني لو مش حابه الخضره فيها براحتك، بس زي ما انتوا شايفين يعني ايه تكسر اللون كده زي ما انتوا شايفين كده على الوش كمان زي ما انتوا حابين. يعني الخضره دي يعني براحتكم انتوا. والله ما اقول لكمش على الريحه، تحفه تحفه تحفه. التوابل بقى والزبادي مخليه اللحمه فيها طراوه يعني بشكل غير معقول. هناخد كده حته لحمه كده ندوقها. يا سيدي يا سيدي تحفه تحفه، مش قادره اقاوم، هاخد لي واحده تاني. تحفه طعم الزبادي مع التوابل يا سيدي تحفه، ريحتها جايبه اخر الشارع يا سيدي على الجمال. تحفه، جربيها مش هتندمي. دي طريقتي في عمل الشاورما اللحمه، معتمداها. تحفه تحفه. سندوتشات بقى وحشي بقى في عشاء تعمليها بقى انتوا خارجه بقى راحه جنينه، تعمليها بقى في غدا جنب طبق مكرونه، جنبها بقى بطاطس محمره. بألف هنا وشفا على كل اللي هياكل، بألف هنا وشفا على كل اللي شاف. نفسي يبقى التليفون فيه خاصيه الريحه عشان الريحه توصل لكم، ولو اقدر كمان اوصل لكم لحد عندكم او اديها لكم كده على حباب عينيا. ربنا يسعد ايامكم ويفرحكم. اي اخت دخلت كده نورتني في عيلتي التانية، ربنا يكبر بخاطرك ويفرحك يا قلبي. وحبايبي اللي موجودين معايا ربنا يكبر بخاطركم ويسعد ايامكم ويفرح قلبكم يا رب. النهارده الوصفه تنال اعجابكم. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش بقى اعجاب للفيديو واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش. لو انت متابعاني على الفيسبوك احلى متابعه من ايدك واعجاب للفيديو. التقي في فيديو جديد يوم جديد في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.